التواجد هنا بدولة البرتغال الصديقة في إطار أشغال الدورة 14 للجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية. انعقاد هذه القمة كيعكس ما كيتمتع به البلدان من رصيد مشترك. المغرب والبرتغال كتجمعهم علاقات مميزة وأخوية في أعلى مستوى كما كيريدها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما كتعتبر هذه القمة فرصة للاحتفاء بأواصر الصداقة المغربية البرتغالية، مع العلم أن هذه الدورة عندها طابع استثنائي كونها كتجي بعد حدث اللي هو مهم كيتمثل كما أعلن ذلك صاحب الجلالة في تقديم المغرب والبرتغال إلى جانب إسبانيا لملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، بما يحمله هذا الترشح من دلالات رمزية للتقارب الثقافي والإنساني بين هذه البلدان. خلال هذه الدورة تم الاتفاق على إرساء شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين من شأن تعزيز التشاور السياسي وتهيئ الظروف المثلى لوضع اللبنة الأولى لحوار استراتيجي دائم بين البلدين كتقوم على قراءة متحددة لمعاهدة حسن الجوار. عبرنا كذلك عن رغبتنا المشتركة فالمواصلة ديال تعزيز إطار التعاون الاستراتيجي والارتقاء به إلى مستويات أكبر عبر جيل جديد من اتفاقيات التعاون الثنائي، بحيث تم التوقيع أمام أنظاركم على 12 اتفاق تعاون في مجالات مختلفة على غرار قطاع العدل، الثقافة، الإسكان، العالم القروي، السياحة، الصناعة التقليدية، الشباب، المرأة، بالإضافة إلى الاستثمار وقطاعات أخرى، واللي من شأنها أنها ترتقي بالتعاون إلى المستوى الاستراتيجي اللي كنطلعوا عليه. والحمد لله البلدين ديالنا عندهم الإمكانيات اللي خلاتهم ينخرطوا في مشاريع استراتيجية كتستشرف المستقبل على غرار مشروع الربط الكهربائي بين البلدين والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة والنقل، بالإضافة لبعض القطاعات الأخرى المستقبلية كالطاقات النظيفة ومنها الهيدروجين الأخضر. ولقائنا كان مناسبة رفقة معالي السيد الوزير الأول اللي كان ممثل بالسيد وزير الخارجية للإشادة بهذه النتائج المشجعة اللي خرج بها المنتدى الاقتصادي اللي تجمع على هامش هذه الدورة رجال الأعمال المغاربة والبرتغاليين، واللي شكل فرصة لتعزيز الشراكة الثنائية وتطويرها باش تشمل مجالات أخرى على غرار قطاع صناعة السيارات، النسيج والصناعة الفلاحية. وفي إطار تعزيز الشراكة كنعتبر أن مشروع الربط البحري وتعزيز النقل الجوي بين البلدين لبنة إضافية لتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية. وأنا والسيد الوزير الأول مع السادة الوزراء المعنيين خدينا واحد التعهد باش نحاولوا إن شاء الله نوجدوا ذاك الخط ديال الربط البحري في ظرف السنة المقبلة إن شاء الله. كنشكر كذلك البرتغال على موقفها الإيجابي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حل جدي وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لتنضاف بذلك إلى مجموعة مهمة من الدول الأوروبية الداعمة للموقف المغربي. ومناسبة كذلك لشكر الحكومة البرتغالية على الدعم اللي كتقدمه للمغرب داخل هياكل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الموقف الغير المفهوم اللي حركته بعض الجهات في البرلمان الأوروبي ضد البلاد ديالنا. أخير ما نتمنوا إلا أن نكونوا حضورنا هنا بلشبون مثمرا من أجل توطيد العلاقات بين البلدين والتعزيز ديالها
باش يحافظوا على مصالحنا المشتركة. احنا على أبواب الاحتفال، قال لي السيد وزير الخارجية ب 240 سنة ديال السلام، هذا عندنا تعهد ديال 240 سنة الحمد لله اللي دازت كلها بسلام وبحسن الجوار، ونحتفلوا فيه إن شاء الله في المغرب بالوجود ديالكم. وأعطيك السيد الوزير الأول إن شاء الله موعد قريب في المغرب باش تكون اللجنة يعني رفيعة المستوى بحال هذه ديال اليوم، اللي هي فعلا كانت رفيعة المستوى من ناحية الحوار ولا من ناحية النقاش. الحقيقة بكل مصداقية.